مازال حيرة شنو توجدي للعيد اش من كيك. اليوم جبت لك كيك ديال العبير، كيجي خطير مفشفش، شكله مبدل وزوين وكيجي راقي سورتو في التقديم ديالو. شوفوا غير التقطيعات ديالو كيفاش كيبان، كيجي خطير. اللي غادي يذوقو غادي يسولك على مقاديره. وكيجي بحال الا فيه اون كريم داخل وهو ما فيه حتى شي كريم، كيجي مفشفش رطب كيدوب في الفم، وكيك ماشي بحال الكيك اللي مولفين كنوجدو. جربوه وردوا عليا الخبر وقولوا لي كيفاش جاكم. نخليكم مع المقادير. كنحتاجوا الزبده اللي كتكون على حراره المطبخ. بالنسبه للمقادير بالتدقيق غادي تلقاوهم في صندوق الوصف. كما قلت لكم الزبده ضروري خصها تكون على حراره المطبخ اللي تكون دايبه. كنضيفوا عليها الزيت وكنحاولوا نخدموا المكونين بجوج مزيان كيف ما غادي تشوفوا معايا. رديتوا البال على ان الزبده راها دايبه، ماشي خرجوها قبل من الثلاجه، ما تخليوهاش تجمد. من بعد كنضيفوا الزيت كيف ما قلت لكم، 4 كاس ديال الزيت، وكنحاولوا نخلطوا ولا ندمجوا دوك المكونين مزيان حتى كيتجانسوا مع بعضياتهم. اللي بغى يخدم بالفوي يقدر يخدم بالفوي، اللي بغى يخدم بالسباتول اللي ارتحيتوا فيها خدموا بها. المهم هو النتيجه تكون ان المكونين مجانسين مزيان مع بعضياتهم ومخلطين. من بعد كنضيفوا سكر سنيده، تقريبا كاس ديال سكر سنيده ناقص شي شويه، وكنبداو ندمجوا المكونات كامله مع بعضياتها. ضروري من هذه المرحله. هذا الكيك يجي خطير، غير جربوه اعتمدوه. انا صراحه جربته جا بنين جا زوين. اي واحد كيقول لي شنو هما المقادير ديالو، صراحه كيك خطير. كيف ما كتشوفوا معايا كنخدموا المكونات اللي درنا، الزبده مع الزيت مع السكر سنيده، وكنحاولوا ندمجوهم مزيان حتى كيذوب هذاك السكر. كنضيفوا قبيصه ديال الملحه لتصحيح الذوق، وكنرجعوا نحركوا مزيان المكونات حتى هذيك السكر مع الملحه مع الزبده مع الزيت يوليو بحال شكل اون بوماد كيف ما كتشوفوا معايا. من بعد هنايا كنضيفوا معلقه ديال العسل، وكنحاولوا نخلطوا المكونات مع بعضياتها بالباتور. هذه المره اللي بغى يخدم بالخلاط اليدوي يقدر يخدم به، اللي ما بغاش يقدر يخدم بالخلاط الكهربائي. كيسهل المهمه وكتكون النتيجه احسن. كندمجوا كاع المكونات اللي درنا. هنا انا خديت معلقه ديال القهوه واللي ذوبتها مع معلقه ديال الحليب، وكنخليوهم حتى كيذوبوا مع بعضياتهم وكنضيفوهم للخليط. كيجي هذا الكيك زوين مسم بالقهوه. كيجي مذاقه خطير جدا، جربوه ما غتندموش عليه. من بعد كنضيفوا الياغورت وكنبداو نحركوا المكونات. كندمجوا الكل مزيان كيف ما كتشوفوا معايا حتى كنحصلوا على اون بات دايره بحال هكا. راه كيك ساهل وكيوجد بالزربه، غير اعتمدوه جربوه غادي يعجبكم. من بعد كنضيفوا البيض تدريجيا. هنا احتاجينا 3 ديال البيضات، كنديروا وحده بوحده وحنايا كنخلطوا. حاولوا تبقاو كتخدموا داك العجين بالخلاط الكهربائي حتى تساليو الكميه كامله اللي عندكم ديال البيض. انا هنا ضفت وحده، دابا غادي نزيد الثانيه.
وحنا كنخلطو، ما كنحبسوش تخلاط باش يندمجوا مزيان المكونات ونحصلوا على قوام زوين. صافي كنستمروا على هذه الطريقه حتى كنساليو الكميه ديال البيض كلها اللي عندنا. كنضيفوا البيضه الاخيره، وحنا ما كنحبسوش التخلاط، نبقاو كنخلطوا. اون فوا كيدمجوا المكونات كامله مع بعضياتها وكنحسوا باللي داك البيض اندمج مع الزبده والزيت وجميع المكونات اللي درنا، كناخذوا ديك الساعات الحليب اللي كنضيفوه وحنا كنخلطوا. راه كتحصلوا على قوام كريمي. من بعد كنضيفوا الدقيق، من الاحسن يكون نوعيه جيده ديال الحلويات. هنا احتاجينا تقريبا 2 كيسان ديال الدقيق. المقادير بالضبط غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف. وكنضيفوا هنا راه خدات معايا تقريبا واحد 2 كيسان وربع. وكنضيفوا الخميره ديال الحلوه. شفتوا القوام كي كيجي مفشفش وكتجي فريمون خطيره هاد الكيك، كتجي بنينه. من القوام ديالها غادي تعرفوا كيفاش غادي تخرج. انا هنا كنحاول نوريكم غير القوام، كنحاولوا ندمجوا من التحت للفوق باش ما نطيحوش العجين، لان كيف ما عارفين راه مخدوم غير بالزبده، دونك كنحاولوا غير بشويه. بالنسبه للمول كنكونوا دهناه ديجا بالزبده وبالدقيق، وكنحاولوا نقادوا الوجه ديالو كيف ما كتشوفوا بمعلقه ولا سباتول باش يجي الوجه كله مقاد. من بعد كندخلوه للفرن. راه كيجي غزال، كيجي مذهب مفشفش. بالنسبه للتزيين انا درت الشكلاط مع القهوه حتى هي ومع الحليب، وكنحاولوا نذوبوه مزيان وكنزينوا به الوجه ديال الكيك ديالنا كيف ما كتشوفوا معايا. اون فوا كنخلطوا المكونات كاملين راه بالزربه كيوجد. وكنحاولوا نخلطوا كيف ما قلت لكم المكونات مزيان على ما كيذوب لينا الشوكولا. اون فوا كيتجانسوا المكونات كندهنوه على الوجه ديال الكيك ديالنا. كيجي خطير، كيجي داك لو غو كاع ما كيبان، كاع داك لو شوكولا بلون كيبان فريمون اون غاناش اللي كتجي خطيره. بالنسبه للتزيين تقدروا تعتمدوا نتوما التزيين اللي بغيتو، تقدروا تبدلوا الشوكولا الابيض بالشوكولاته السوداء، كيبقى راجع لكم. اون فوا كيتخلطوا المكونات كاملين كيذوب معنا داك الشوكولا، كنحاولوا نحركوه مزيان كيف ما كتشوفوا معايا راه كيجي عاقد. كنبقاو نحركوا فيه بهذا الشكل. ردوا البال باش ما يلصقش لكم، غير على عافيه مهيله كنحطوه وكنحاولوا حنا كنبقاو نحركوا حتى كيذوب داك الشوكولا معنا. هانتوما كتشوفوا معايا صافي راه وجد. كنوريكم القوام بانه ما ملصق ما حتى شي حاجه، كيجي بحال شي كراميل. من بعد كنديروه على الوجه ديال الكيك ديالنا، كنحاولوا نسرحوه. بالنسبه للتزيين كيبقى راجع لكم. انا اعتمدت التزيين ديال العبير، جا غزال جا زوين، كيجي ان كيك بريستيج ومذاقو صراحه خطير جدا. كنحاولوا نوزعوا هذيك الشوكولا كلها على الوجه ديال الكيك.
كيف ما كتشوفوا معايا. حتى كنساليو الكميه كامله اللي عندنا ديال الشوكولا. اون فوا كنقادوه وكنزينو به الوجه ديال الكيك ديالنا. انا خديت هنايا الشوكولا بلون اللي حكيته وشيتو عليه من الفوق، ودرت عليه حبيبات ديال القهوه سريعه الذوبان، باش نعطيو داك الغابيل ديال الكيك باللي راه فيه القهوه. وهكا كيكون الكيك ديالنا وجد معنا، كيجي خطير جدا. غير جربوه، انا متاكده ان فوا غادي تجربوه غادي يعجبكم وغادي يعجب ضيافكم. وكيجي كيك اللي هو مبدل على اللي اعتدينا عليه. كنحاولوا نقادوا الوجه، كنستمروا على هذه الطريقه، وكنحاولوا نقادوا الجوانب باش هكا يكون كله مغلف بهذاك الشوكولا اللي صوبنا. ابخي التزيين كيبقى راجع لكم كما قلت لكم. هنا انا كندير الشوكولا اللي حكيتها شوكولا بلون، كنديروها على الوجه ديال الكيك ديالنا كامل. وحبيبات ديال القهوه. جربوا هذا الكيك العيد، راه غادي يعجبكم وما غاديش تندموا عليه. كونوا اكيدين ان مذاقه كيجي خيال، فريمون كيجي بنين وزوين. هنا كيف ما قلت لكم انا زينته بحبيبات ديال القهوه. وشوفوا معايا التقطيعه كيفاش كتبان لكم تفشفيشه من بعيد. كيجي كيك رائع ديال تحمير الوجه. جربوه ما غتندموش عليه، غادي يعجبكم وغادي يعجب وليداتكم. ونتمنى ان هذا الكيك ينال اعجابكم وتجربوه وشاركوا معايا. صحه وراحه.